يا ترى المكان اللي انا فيه والناس اللي ورايا دي كانت بتستخدم العسل ازاي؟ هل كانوا بيدخلوا عسل كسر من اسرار التحنيط؟ هل كانوا بيستخدموه في علاج؟ اسعار العسل عندهم كانت كام؟ وهل العسل كان بيقتصر فقط على طبقة النبلاء والملوك ولا كان كل الناس بتستخدمه؟ دور العسل في الاقتصاد المصري القديم كان شكله عامل ازاي؟ ولا اقول لك ما تيجوا بينا نشوف. من ضمن المعلومات الغريبة جدا واللي انا شخصيا اول مرة اعرفها من حوالي سنة ان اكتشفوا في بعض المقابر والاهرامات اللي ورايا دي عبارة عن جرات عسل من الفخار، تخيلوا فيها عسل من 7000 سنة. ايوه زي ما سمعتوا 7000 سنة عسل ولسه صلاحيته شغالة لغاية اليوم اللي احنا فيه. قررت ان انا اجي النهاردة اكتشف الاهرامات، بما ان كده كده هتلاقي ناس كتير جدا عارفة الاهرامات. احنا هنتناول الموضوع من وجهة نظر تانية خالص، الا وهي علاقة المصريين القدماء بالعسل، وهل كانوا عندهم على ايامهم في اعسال ب 60 و70 جنيه زي دلوقتي ولا الدنيا عندهم كانت مختلفة. تعال اوريك اللي عمرك ما هتشوف، يلا بينا. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها دي المفروض ان احنا سألنا عليها الاول، طلعت مسموحة ان الجزء ده كده في ناس كتير بتمشي عليه بس ما ينفعش تطلع فوق. فانا لا انصح اي حد اصلا ان هو يطلع الطلعة دي، لان بصراحة المكان هنا جامد فوق الوصف. بس من ضمن الاوقات اللي انا اتبسطت فيها كتير جدا ان اي واحد مصري كده يحس بقيمته لما انت تيجي الهرم وتيجي تبص تلاقي ان تيكت الاهرامات للمصريين ب 60 جنيه، مع العلم ان انت لو معاك اي جنسيه اخرى تدفع 600 جنيه. اذا يا معلم احنا مميزين اهو، عشان الناس بس ما تزيدش في الكلام وتقول لك المصريين بياخدوا ايه ومش بياخدوا ايه. ايه رايكم ندخل الهرم جوه ولا ايه الدنيا، ولا مش هتفرق كتير؟ بس قبل ما ادخل الهرم تخيلوا كده لو حد مثلا سايح طالع نازل بيتفرج بيحاول يشوف حاجه، حتى بلاش السياح المصريين، تخيلوا يجوا يلاقوا عسل بالذهب من بتاع العسل. ده مكان يستحق ان انت تدفن فيه كنوز بصراحه. يعني هتدفن هنا كنز. تخيل لو واحد سايح مثلا او واحد مصري معدى ولقى عينه عسل بالذهب دي من بتاع العسل محطوطه كده في زاويه خبيني. انا عايزكم كده تبصوا على المكان اللي احنا فيه عشان تحفظوه لو حد جه هنا في الفيديو. بص كده، بص الناحيه التانيه، شوف انت بقى في الفيديو ده اي علامه مميزه يا معلم في المكان دوت. حلو الكلام، ودور عليها هتلاقيني سايب لك برطمان عسل بالذهب ده هنا. تعالي تعالي يا كاميرا، تعالي. بصوا كده يا جماعه، انا حاطه اهو. هحاول احط عليه صخرتين او طوبتين عشان ايه يبقى الموضوع سهل شويه. انت وحظك وانت ونصيبك، لقيته ما لقيتوش انا نصحتك وانت براحتك. وداخلين دلوقتي على اكبر هرم، هرم خوفو.